اللي في الصورة ده أب عنده 3 أطفال، ذبح ال3 أطفال بسكينة ويقال بمقص حديدي. إيه اللي حصل وإيه اللي خلى الأب إن هو يذبح ولاده ال3 بإيديه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا. الأب عنده 37 سنة، عايش في قرية الزهرة في محافظة المنيا، عنده 3 أطفال، بنت وولدين. البنت هي الكبيرة اسمها رودينة 10 سنين، والولدين واحد اسمه رحيم عنده 7 سنين، وواحد اسمه رمضان وعنده 4 سنين. على لسان أحد الجيران قالوا إن في الفترة الأخيرة حصل خلافات أسرية شديدة جدا بين الأب ده وزوجته. الأب كان شغال عامل في الفراشة دي اللي هي الكراسي والفرشة اللي الناس بتنصبها كده في الأفراح اللي بتتعمل في الشارع أو في المياتم. حصل خلافات شديدة بين الأب ده وزوجته بقالهم 8 شهور، وقررت الزوجة إنها تنفصل عن زوجها ورفعت عليه قضية نفقة. طبعا الزوج عامل على قد حاله، اللي جاي على قد اللي رايح،